وهذا المكان شويه خطير لان فيه الجانكستر. وانا واحد سيد قال لي روح دور قباله، وانا درت خطأت في وبعدين دخلت حسيت باللي راني في منطقه يعني تشوف في الستريت هما جالسين وهكذا. ومن بعد كينا انا مشيت وسيارتي لا ادري والله ما اعرف كانت تمشي نورمال ما فيها لا اشكال، توقفت. وكين درت في اليمين صبتهم جالسين يلعبوا واحد اللعبه عندهم كي شغل سيسكا، وهما تشوفهم انت بالتاتو لعبه التقمار هذه. واو، وهما يلعبوا بالدراما كذا وتشوفهم في وجههم واحد انني عاقل الشافعي اللي عنده تاتو هنا الواشم وداير تريكو هنايا عريان يعني كان الصيف، والاخرين هكذا والجماعه جالسين هنا. بعد انا كي درت هكذا فاهم انسان يعني مهما كان وليت النور ما حبتش. هيا جا هو طبطب عليا بعد حل الباب. انا العمل تاعي ما شاء الله ربي يعطاني نسافر نشوف الفروت نتستي الكواليتي نسقسيهم شويه اسئله كيف الاورغانيك منا ونقول ندير ريبورت للشركه. انت شحال عندك وانت لهنا؟ 17 عام. 17 عام. كيفاش جيت لهنا؟ والحمد لله اليوم عندي برنامج يسمعه ملايين من الناس. لكن صراحه الحاجه اللي عجبتني في الجزائريين اليوم هنايا مش كيما اللي نشوفوهم في اوروبا. متلمين هنا؟ لا ما خلينا متلمين. ما تشوفش واحد واقف ما يدير والو ما عنده والو، لا يروح يخون ولا يروح يسرق ولا يدير صوالح مش ما تستطيع تفعل هذا. هنا اللي يجي لهنا البلاد هذه يجي يخدم. كومون سافا؟ سافا بيان؟ لا سونتي سافا؟ ميرسي. هذه خطرة كنت هنايا هيا قلت لها I'm telling him the story when I discovered that you speak French. هيا قلت لها هيا بونجور كومون سافا؟ هي قالت لي سافا اي توا؟ قلت لها كيفاش تهضري فرنسي؟ قالت لي لا نعرف نهضر. Which country you are again? كونغو يا كونغو. Le Congo Brazzaville ou Kinshasa. Donc tu es quinois. T'habites à Kinshasa? Ah, j'ai été là-bas. ما شاء الله. كل بلد تروح لحتى. والله نعرف الكينوا. Il y a pas beaucoup les mondélés là-bas. Il n'y a pas quoi? Les mondélés, il y a pas beaucoup là-bas les mondélés. Il y en a. Mais les mondélés là-bas c'est des Libanais. C'est pas comme ici. كنت في الكونغو شا؟ كنت في الكونغو مشيت للكونغو. سبحان الله ما شاء الله يا بلاد مليحه الكونغو، لكن فيها ما فيهاش كثير مسلمين الكونغو. ما فيهاش بزاف مسلمين. كاين واحدة دولة فيها بالك البلد الوحيد اللي ما فيهش مش كونغو كنشاسا لاباس، ولكن كونغو برازافيل قليل كثير المسلمين. ما فيش كثير مسلمين كونغو. لايك ناميبيا مثل ناميبيا. ناميبيا جميلة. عندي واحد صديقي هو اكسبيرت تاع فروت من هنا، خبير هو يروح يتستي الفروت يقول لك شريها ولا لا. هذا عمل تاعو والله يروح يشوف هكذا وين تنبت ويقول للشركات يخدم مع شركة بريطانية يسكن معنا جارنا مسلم هو نديم ما شاء الله. قال لي قلت له شو العمل تاعك؟ قال لي شيخ انا العمل تاعي ما شاء الله ربي يعطاني نسافر نشوف الفروت نتستي الكواليتي نسقسيهم شويه اسئله كيف الاورغانيك منا ونقول ندير ريبورت للشركه. قلت له زعما ممكن اخطات؟ قال لي لا. قال لي الحمد لله يخدم شركه بريطانيه تصدر الفواكه الجافه والغير الجافه دراي فروت والنوت. والعمل تاعو مليح، راح ناميبيا راح استراليا راح يسافر كثير. هاي الخدمه هذه هايله جدا وكل شيء خالص. قال لي شيخ انت شحال عندك وانت لهنا؟ 17 عام. 17 عام. كيفاش جيت لهنا؟ قصه طويله يا اخي. انا كنت في الجزائر بعدين كنت تعرف سان ميزون. نعم في العاصمه باب الزوار. نعم كنت ادرس هناك ومن بعد كينا من هناك جئت الى دربن. واش درست شريعه؟ نعم. ومن بعد كان واحد هنا اسمه عبد الكريم درس هنا. كان جامعه اسمها نيوكاسل هنا درس فيها وعند ترتيبها مختلف. مثلا في الجامعات الإسلامية يدرسون الحديث يعني هنا في هذه الجامعة كل الكتب سنة كاملة تدرس فقه الحديث، البخاري مسلم موطأ سنة كاملة حدثنا ترتيبها جيد الحمد لله. انت كاش واحد دلك يا ما بس يو كان هي the big cappuccino for him. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci, bon appétit. Merci. شيخ هذا الحلو الله يعاونك. لا بأس إن شاء الله. الله يعاونك الحلو. ويعني كيف جاتك الفكرة؟ لا الفكرة كانت من مدرسة النجاح في سان ميزون. النجاح الناس جاءوا هنا برحلة دعوية والحمد لله بعدين رأوا هذا المكان الشيء وعجبهم يعني البيئة وكذا
المدارس مختلفه، المدارس التربيه يعني مختلفه. كاين جزائريين مشاو لهنايا باش يعملوا نعم الدعوه قبلنا، وكاين جزائريين درسوا ايضا هنا، درسوا هنايا، وبعدين احنا كانوا السابقون ونحن اللاحقون جينا بعدهم، والحمد لله هي كل شيء. من قال باللي يروح لجنوب افريقيا كانش، ولكن الحمد لله نشكر الله. الحمد لله. نعم. انت كنت في دوربان، في دربن في نيوكاسل. نعم. وبعدين كي كملت هناك درست سنتين. درست، خرجت من هناك ودرست سنتين. درست هناك تجويد والثمر الداني، الفقه المالكي. كان أفارقة هناك ما شاء الله، أحباب من كونغو وهم يدرسون الفقه المالكي ما شاء الله، والحديث أيضا. 40 النووية. بدأت بكتب صغيرة يعني. كنت طالب مدرس الحمد لله. وبعدين جئت إلى كيب تاون. بعدين عندما أتيت إلى كيب تاون الحمد لله رويدا دخلت الإذاعة. نشكر واحدة السيدة إن شاء الله جزاها الله خير، هي التي أخذتني إلى الإذاعة، وبدأت مشواري مع الإذاعة الإسلامية هنا. والحمد لله اليوم عندي برنامج يسمعه ملايين من الناس، مدرسة أون إيه. والله أنا سمعتك خطرة كنت مع الياس في السيارة. نعم. وعملنا للراديو ونسمع، قلت له هذا مش الشيخ عيسى الجزائري الإمام. نعم. قال لي والله سبحان الله. نعم مدرسة أون إيه ما شاء الله. واللي جاب الفكرة هو شيخ مصري جزاه الله خير، سامح. هو بدأ هذه المدرسة أون إيه، جاب الفكرة. كانت يعني برنامج، ولكن الآن من الثانية إلى الرابعة، الاثنين ثلاثة أربعة الخامس مدرسة أون إيه. ومدرسة أون إيه كيف يعني؟ مدرسة إسلامية ندرس فيها أولا الدعاء اليومي، الحديث اليومي، ندرس فيها الرقائق، يعني مثلا نغبوا الناس في الخير، في طاعة الوالدين، صلة الرحم، تواضع، ونديروا يعني تفاسير القرآن. الآن الحمد لله نحن صفوة التفاسير، وعندنا أبواب يعني من رياض الصالحين. وبعدين عندنا أسئلة وأجوبة، الناس يسألوا هل هذا جائز كذا. أنت أول مرة مشيت للسعودية عملت يعني ثم؟ أنا إن شاء الله اليوم في ديسمبر أروح أعتمر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم في ديسمبر أمشي. لا أنا قصدك قلت لك عمرك ما مشيت السعودية، يعني قصدك رحت درست لتم ولا قويت في يعني؟ لا ما رحت السعودية. أنا أسافر هنا في داخل البلد هذا، عندي برامج دعوية وكذا، والحمد لله أيضا عندي دروس على التلفزة الإسلامية هلال تيفي. نعم. يعني بتخدم في الراديو وفي التلفزة ألقي دروس يعني. نعم صديقي الشيخ سامح جاد، فهكذا. وأنا إمام مسجد قباء، ألقي جمعة وأدرس كل اثنين وأربعاء بعد المغرب دروس. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. كيف الأوضاع المسلمين هنا في كيب تاون ولا في جنوب افريقيا؟ والله سبحان الله، لعلك درت شويه وشفت المسلمين ما شاء الله. هنا المسلمين يعني 2% مسلمين، 2% مسلمين، ولكن عندما تتجول وتشوف تظن بانهم اكثر من 80%. نعم نظن انه اكثر من 2%. نعم. لاحظت حاجه ثانيه، يعني كي تمشي للسوبر ماركت ولا السوبرات ولا كما نقولوا احنا في الجزائر السوبرات، نعم تسيب الحلال في كل مكان، عكس دول افريقيا الاخرى. والله هنا يعني موجود جمعيه هنا للحلال، جمعيات وعندهم رقابه وكل شيء، حتى في كما نقولوا السوبر ماركت واللي مول يروحوا يشوفوا يراقبوا، وهذيك السيرتيفيكت تدفع عليها شيخ. والله نعم. غير المسلمين لازم يدفعوا، المطعم لازم يدفع كل شهر حتى يكون عندك الحلال وهما يراقبوك. لا هنا عندهم ترتيب عجيب للحلال. كيف يعني تدفع باش يديروا لك؟ مثلا انا لو انا مسلم وافتح معليش، ولكن لو واحد غير لو الانسان مش مسلم وحاب يعمل بيزنس حلال، نعم بيدفع لانه نعم. وحتى ولو الاسم فرانشايز، لو مثلا موجود هنا ناندوس، او لو انت تدي هذه فرانشايز معروفه مثلا وتحب لازم لك حلال، حتى ولو انت مسلم لازم تكون عندك سيرتيفيكت. اوكي. لان كاين فرانشايز غير مسلم. والناندوس هذه مسلمه؟ ناندوس هو دجاج يبيعونه، دجاج ويديروا له الصلصه. نعم. ويديروا له الخلطه. الصلصه. كاين غير ماشي حلال، لهذا لازم تسال وتعرف هل عندكم حلال. نعم. ومن حقك تسالهم بيوروا لك سيرتيفيكت. اوكي. نعم هكذا. والحمد لله لا يعني. ما صبت مشكل في الحلال، تخلي في كل في كثير مطاعم فيها حلال، وفي كثير سوبر ماركت فيها حلال. لا هنا كثير جدا، هنا متشدين في الحلال ما شاء الله، وهذا امر طيب شيخ. يعني لو انت مسلم بتعمل حلال ما يقولوا لك ادفع عشان لا فيه بعض كما نقولوا الماركات لازم
لازم لك حتى ولو انت مسلم. والله وبعضهم ما يعني عادي لو واحد فتح مثلا ريستورون عادي كي نقول له ساندويتش ولا هذا ما يحتاجش، ولكن لو عنده فرانشايز وهكذا لازم له. هذا هو الترتيب. ولازم تدفع عليها، لأن هذا المال الذي يحضر يخلصوا به الناس اللي قائم على هذا الأمر، اللي يديروا المراقبة واللي يديروا كذا. وهذه جمعيات شيخ كثير. جمعيات كاين موجود جمعيات. أنا الذي أعرفهم 4. ما عندهاش علاقة مع الدولة ولا الدولة لا هنا لا يوجد علاقة حتى المساجد هنا لا تديرها الدولة. والله مش كما في الجزائر يدفعوا لك، لا هنا المجتمع هو الذي يدفع. المجتمع هو يدفع للمسجد. مثلا التجار والمسجد يبنوه للتجار والناس اللي عايشين مطوعين. نعم. الدولة أبدا ما تبني شيء هنا. المراكز الإسلامية هنا سبحان الله، شوف أحيانا يشتروا كنيسة ويرجعوها مسجد. سهل. كنت في سبيلينج بوك. يلا تفضل. ما شاء الله كنت سبيلينج بوك عند صبت اول مسجد تم في عندما دخلت من ناميبيا لجنوب افريقيا. صبت اول مسجد سبيلينج بوك، وكان كان كنيسه من قبل. نعم. كانت كنيسه كاثوليه وكنيسه اورثودوكس. نعم ما شاء الله. كانوا متقابلين. نعم. وبعدين صاروا مشاكل بيناتهم هذه الكنائس. باعوا الكنيسه ولا مسجد. سبحان الله. نعم ولا كثير. مسجد ولا مسجد كثير. ومدير المسجد الله اعلم واحد تونسي. ما شاء الله. كثير تونسي انسان طيب، هو دكتور عنده 17 سنه في البلاد. نعم هكذا. دكتور في مستشفى. نعم. مستشفى جامعي. هنا جمعيات قائمه على المسجد، مثلا واحد شيرمان، واحد مدير، واحد تريجره، وهكذا عندهم بنك. وحتى الناس اللي عندهم المال هنا، اللي عندهم البزنس وعندهم كثير يعني ينفقون. هنا الناس ينفقون على الدين يعني. وهنا عندك حريه الدين يا استاذ، والله تروح في اي مكان. بالنسبه للاذان في بوكاب، انا سمعت الاذان بوكاب مساجد كثيره. بوكاب فيه 6 مساجد بوكاب يعني. نعم. بوكاب الناس اللي ما تعرفش بوكاب حي يعني، ماهيش مدينه. حي. كم من مسجد فيه؟ 6 و7. في 6 مساجد بوكاب. نعم. والاذان عادي. فيه مساجد وفيه احياء اللي فيها النصارى اكثر، فبعضهم لا يجيز الاذان، ولكن الان خرج قانون جديد يجيزونه. والله. وكاين مساجد ما يأذنوش، يأذنوا في الداخل. يدخلوا في المسجد، ولازم تحترم الناس غير مع ان الاذان شعيره من شعائر الله، ولكن الان خرج قانون جديد لازم من حقك الا الفجر اما الظهر عصر المغرب عشاء. اما مساجد اخرى يؤذنون. لكن صراحه الحاجه اللي عجبتني في الجزائريين اليوم هنايا مش كيما اللي نشوفهم في اوروبا. متلمين هنا. لا ما خلينا متلمين. ما تشوفش واحد واقف ما يدير والو، ما عنده والو، لا يروح يخون ولا يروح يسرق ولا يدير صوالح بالشمال. ما تستطيع تفعل هذا. هنا اللي يجي لهنا البلاد هذه يجي يخدم خلاص. ما فيش. انا عندي تقريبا 17 عام وانا اخبرك هنا، قلت لك انا في السياره كنا نسوقوا، اذا ما عندكش خدمه ستضيع حياتك في الباطل. والحمد لله يعني كما قلت كاع الجزائريه كان حلاقين، كان اللي يفتحوا مطاعم، كان اللي كوفي شوب، يخدموا ما شاء الله، يخدموا ماشي كما هذه ظاهره موجوده في اوروبا. هنا لو تسرق كارثه، هنا لو يمسكوك السجن ديالهم أسوأ من غوانتنامو ولا ما اسمه هذا الكاتراس. كارثه هنا، كارثه. واحد مسلم دخل في السجن ليله، هو ماشي جزائري، قال لي شيخ والله ما اتمناها لاي واحد، خطير السجن، خطير جدا، لان هنا تعرف عندهم الجانكسترز عندهم جانكستر. هنا السجن كارثه يعني. صارت لك يوم من الايام هكذا قصه غريبه ولا زعما حبوا يتعداو عليك ولا ايش عارف انا؟ ما صارت ليش، ولكن صارت لي قصه وين كنت انا رايح نصلي في الظهر في مسجد اخر في مكان اخر، وهذا المكان شويه خطير لان فيه الجانكستر. وانا واحد سيد قال لي روح دور قباله، وانا درت خطأت في وبعدين دخلت حسيت باللي راني في منطقه يعني تشوف في الستريت هما جالسين وهكذا. ومن بعد كينا انا مشيت وسيارتي لا ادري والله ما اعرف كانت تمشي نورمال ما فيها لا اشكال، توقفت. وكين درت في اليمين صبتهم جالسين يلعبوا واحد اللعبه عندهم كي شغل سيسكا، وهما تشوفهم انت بالتاتو، لعبه التقمار هذه، واو، وهما يلعبوا بالدراما كذا وتشوفهم في وجههم. واحد انني عاقل الشافعي عنده تاتو هنا الواشم وداير تريكو هنايا عريان يعني كان الصيف، والاخرين هكذا والجماعه جالسين هنا. بعد انا كي درت هكذا كفاهم انسان يعني مهما كان، وليت النوض ما حبتش. هيا جا هو طبطب علي، بعد حل الباب وقال لي مولانا، هم يقولوا الشيخ يعني الامام يقولوا له مولانا. قال لي مولانا، قلت له، قال لي حبس حل الكابو، حليت له الكابو
عيط الواحد يشوف قال له وي فايند ذا بروبلم، الباتري تاعي هذاك اللي يدخل فيها ما كانش مزير. لا بعد جاء دخل واحد جاب سكين ولا يدور فيها هكذا غير بشويه، من بعد بعد بغينا نوضوا ما حبش، قالوا لي لا دمروا لي اللوطو، ناضت ما شاء الله. بعد كي جيت رايح هما قالوا لي كي جيت رايح واحد فيهم مش عارف هو الرئيس تاعهم، قال لي مولانا بليز، قال لي حاب نسقسيك حاجه، قلت له قال لي ادعي لي الله، قلت له صاي بارك الله فيك. ومن بعد رحت انا، ومن بعد انا حكيتها لواحد صاحبي قال لي يا شيخ هذاك اخطر حي هذاك هنا، وفيه هما الجانكستر عندهم جروب 28 28 و27 دائما هما دايرين شغل فاهم 27 28 حرب بيناتهم. نعم. وقال ولكن والله الذي يعني ما شاء الله انا افتخر به، قال لي والله لو ما راوك هكذا ممكن يقريسوا يعني ما تخرجش. نعم لا كنتش لابس هكذا قميص. هم عرفوا انك مسلم، هم عرفوني اني مسلم، وايضا هم بطبيعتهم المسلمين غير المسلمين لو يشوفوا واحد هكذا بهذا الزي يعني بالقميص وكاع هم ان دايركتلي يقولوا هذا باللي شيخ ولا بريست ولا امام. أوكي. يقولوا بلي هذاك شغل بانك مينز رجل، هذا رجل صالح، هذا ما غادي رجل طيب رجل صالح رجل طيب وما غاديش نخربوا فيه ولا حتى غير المسلمين. والله يقول لك يعني ما يتعداوش عليك، يعرفوا بلي انك ممكن تدعي عليهم ولا هكذا، عندهم هذا الكونشنس يعني. وقال لي اقسم لك بالله لو لما كنت هكذا ممكن يجرسوا، لان هذوك خطيرين. والله انا قلت صديقي والله قال لي هذا خطير، انا قال لي من هنا وما نروحش هناك، قال لي قادرين في اي وقت تحدث مناوشه بالسلاح بيناتهم يعني بيناتهم وقادرين يعني وتقدر تروح غلط حتى انت. وهذو الناس ما عندهمش مال يعني جانكستر ياخذوا ويسلبوا كل شيء منك. نعم. وحتى السلاح اللي هنايا ماهوش زعما حاجه سلاح تشريه عادي هنا، حاجه يعني كيما الكابوتشينو اللي كنا نشربوه. نعم. لانه من كثره الكرايم قد تقدر تشري سلاح اوتورايز من الحكومه تخلص عليه ويعطوه لك عادي. اوكي. وعندك اوتورايزيشن، يجي واحد يسرقك ولا تقدر تدافع على نفسك. بصح القانون لازم تضربه هنايا، كون يدور ويهرب ما تشوتيش في الخلف. نعم. دونك لازم فيس، لازم راه جاي اتاكي، كنت تشوتي في اي بلاصه في هنايا لا باس، بصح كنت تشوتي في الخلف قادر يديروا لك كيس عليك. قانون صعب وليس جيد. نعم. هنا يبيعوا الأسلحة، والناس أكثر الناس هنا مسلحين شيخ. أنا نعرف كثير من الناس عندهم السلاح في السيارة ويمشوا معاه برا ويمشوا أحيانا السلاح مليح. قال لي واحد ولكن كيب طاون لا ما يمشوش به هكذا كي يروحوا المول، لا يمشوا به مثلا في المساء، واحد راح حشية هكذا الأحوال تكون يروح المكان يديه معاه أونكا حاجة تحدث له، وأكثرهم يخلوه في البيوت بالك واحد يدخل عليك ولا هكذا. ولكن ليس هنا. كيب طاون شوية آمنة الحمد لله. هذا المكان فيه بعض المناطق خطيرة، كما تعلم جنوب أفريقيا الكرايم خطير، الكرايم طالع جنوب أفريقيا أكبر من أكثر الدول، ولكن الحمد لله يعني. والكرايم ما كانش قبل 94 يعني قبل مونديلا ما كانش. لا قبل مونديلا ما كانش كاين الكرايم، ما كانش بزاف. يقولوا قبل مونديلا يعني قبل ما يتنحى نظام الابارتايد. لا قبل ما كانش يطلعوا ما كانش اصلا ما كانش اللي كان يجي لجنوب افريقيا، لان ما كانش باش تجي لجنوب افريقيا لازم تكون عندك فيزا تاع انجلترا، وانجلترا يعطوا لك نعم. لانها كانت مستعمره. نعم صحيح. بعد كي جا مونديلا لهنايا في 1994 نحى الفيزا لكل الافريقيين. كي نحى الفيزا لكل الافريقيين جاوا النيجيريين، والنيجيريين هما اكبر مشكل هنا في النيجيريين معروفين في جنوب افريقيا. نعم. مش غير في جنوب افريقيا، النيجيريين في كل مكان معروفين بالجانكستر. نعم خطيرين. خاطر واحد جزائري جاب امراه مش عارف كيفاه جا هنا، واحد عطاله رقمي وقال لي اتصل بي، قال لي شيخ عيسى بنتزوج بالمراه بصح مانيش نحوس نفورسيها على الاسلام. قلت له يا اخي، قال لي اهل الكتاب. قلت له شوف هنا موجود قانون في هذا البلد، جمعيه العلماء المسلمين يقولوا الافضل ما تزوجش مسلم باهل الكتاب. واي؟ لان عندهم اكسبيرينس خلفيه، لان عندما يحدث الطلاق تدي لك ولادك وتنصرهم لك، فهم من باب هذا سموه باب سد الذريعه، تغلقوا الباب. قال له كما يقول لك الباب اللي يجيك من الريح غلقوا سدوا. فالافضل نرغبوا المسلمين وغير المسلمين واللي جايين وافدين هنا تتزوج بواحده مسلمه ولا تدخلها في الاسلام افضل. فهذا الاخ الجزائري هو من العاصمه ايضا، جاب الاهل تاعو، وبعدين انا قلت لها شوفي يعني الافضل لو تدخلي في الاسلام وكذا وكذا. 5 دقائق والله شرحت لها ما هو الاسلام كذا كذا، بسطتها لها. قالت لي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هو قال لي كيف فعلت؟ قلت له انت جالس امامنا كيف فعلت؟
قلت له أنا شرحت لها الإسلام، لعلك أنت شرحت لها شيء آخر. أنت شرحت لها الإسلام. وكان متخوف، هو أنا فهمته، كان متخوف يخسر المرأة وما بغاش يفورسيها. نعم. وقال لي لا إكراه في الدين. قلت له نعم هذا لا إكراه في الدين، ولكن كيف تفهم هذه الآية؟ قلت له نعم أنت ما ترغمهاش تدخل في الإسلام، ولكن أنت حبها، لازم تحببها الإسلام وتخبرها الإسلام وتعطيها فائدة الإسلام وتقول لها عن فضل الإسلام وما هي يعني الفوائد اللي تعود عليك وعليها إذا دخلت في الإسلام. فالحمد لله 5 دقائق دخلت في الإسلام. الحمد لله. ما حتى أنا تحيرت. قالت لي نو أم ريدي ناو. هو شاف فيا. قالت له ممكن كانت عندها فكرة من قبل وعملت بحث هكذا على الإسلام. ممكن نعم، ممكن نعم. ولكن الحمد لله يعني وكان خاصها إنسان شوف يعني أهم شيء هو كيف طريقة البرزنتيشن، كيف تبرزنت لواحد الإسلام. ما تدخلش لواحد الإسلام تقول له كذا وكذا، تدخل أولا تبين له ما هي الإسلام، ما هي مبادئ الإسلام. قول له إحنايا وي لاف جيسس، نحب عيسى عليه السلام ونؤمن به ونحب نحترم أي واحد. لازم كيف فيه مداخل يعني. بعض الناس يقول لك ما خلاص ما تأمن جهنم، ما تفعل هذا ما يمشي هنا. طريقة الدعوة لازم، لهذا الله سبحانه وتعالى قال بالحكمة والموعظة الحسنة. الدعوة إذا ما فيها حكمة وموعظة حسنة ما تنجح أبدا، مستحيل شيخ. والله كثير من الناس هنا دخلوا الإسلام، كثير جدا. أنا عندي سؤال والله حاب نطرحه. في نسمعه كثير على الناس يروحوا يقوموا بالدعوة. نعم. ولكن خلينا هذا الجزائري هو راح يولي لها بعدين كيف هو حب يتزوج بها. نعم. حتى وهي شهدت وأمنت باللي موجود الله وموجودنا وكاين حاجة اسمها الله عز وجل وكاين النبي عليه الصلاة والسلام وكاين الإسلام وكاين القرآن وكاع هذاك الشيء، ولكن ما يأتي بعده هذا موجود هنا. هذا ما يأتي بعده دائما نحصل ونحبس فيها هنايا. فور اكزامبل زعما فيه داعية ومشاو القرية وداروا الدعوة الناس دخلوا في الإسلام وراحوا. لا. كيف يتعلموا الصلاة، كيف يتعلموا الصوم، كيف يتعلموا الوضوء، كيف يتعلموا الزكاة، كيف يتعلموا الصداقة، كيف يتعلموا الأحاديث، كيف يتعلموا تقريبا في كل مسجد. في مسجدنا عندنا ريفيت كلاس الذين دخلوا في الإسلام في كل مسجد. أنا المساجد الذي أعرفها أصدقائي الأئمة أكثرهم عندهم مسجد ريفيت كلاس، الذين دخلوا في الإسلام يعلمون الصلاة والطهارة والوضوء. عندنا مرأة أيضا تدرس الحمد لله، هي دخلت في الإسلام والآن عمرها تقريبا 70 سنة، ما زالت تدرس الداخلين في الإسلام. هي دخلت في الإسلام عندما كان عمرها 29 سنة وتزوجت مسلم، توفي ثم تزوجت مسلم آخر، توفي ثم تزوجت مسلم آخر، توفي، 3 أزواج. وهي دائما تسألني يا شيخ عيسى وين كي ندخل الجنة إن شاء الله وأي زوج؟ قلت لها أحسنهم خلقا ما شاء الله. فبالتالي هذه المرأة علمت كثير من الناس والله، وما هيش شيخة ولا تعلمهم الصلاة الزكاة الطهارة والحمد لله. يعني بتعلمهم الأساسيات الصلاة الزكاة. ممكن إذا المرأة كانت في الحيض كيف تسوي. هذه النساء أحيانا يستحيوا من الشيخ، بس فالأفضل تكون مرأة تدرس النساء ورجل يدرس الرجال، تكون أفضل هكذا. وهنا الحمد لله هذا موجود هنا. والله نسيت اسم الجمعية، يدرسون الناس أونلاين وكل شيء يتابعون. المتابعة هذه نقطة جيدة، إذا ما كان فيه متابعة يكون نعم أكيد. إذا تعلموا الشهادة وتعلموا أن الله هو الواحد وتعلموا أنه كان نبي ولكن لا لازم هذا. الحمد لله هنا ترتيب جيد ما شاء الله. وإحنا في مسجدنا في مسجد قباء إذا واحد يدخل الإسلام ندو لادريس تاعو، ندو كلش كاع لي ديتاي تاعو وندخلوه في جروب واتساب جروب مع النيو مسلم، ونعطوه أحيانا أرقام نقولوا اتصل بفلان. وكاين مثلا واحدة دخلت في الإسلام عندنا ما عندهاش أي حتى واحد، تعيش وحدها، هي بروفيشنال ليدي، ومع الجماعة المسلمين الحمد لله شي دائما تقول I feel like family يعني ما شاء الله. نعم. فلازم هذه نقطة جيدة ومفيدة في أي مكان سواء جنوب أفريقيا أو غيرها. لازم إذا كان فيه يعني مركز دعوي لازم يكون فيه مدرسة. لأنه صراحة والله إحنا ممكن لأنه عندنا حظ نتقن اللغة العربية وإنه نحسن اللغة العربية وزدنا مسلمين على فطرة، ولكن الحاجة الأكثر واللي نفتخر بها أنه نتكلموا باللغة العربية ونقدروا نقرأ القرآن بسهولة. نعم. مش محتاجين للترجمة. سبحان الله. موجود إنجليزية هنا موجود. لا ولكن
قلت لك قرآن القرآن مترجم بالإنجليزية ممكن ليس نعم فهمتني يا شيخ. نعم فهمتك. تقرأ القرآن باللغة العربية وتقرأه باللغة أخرى مش نفس مستحيل نعم مستحيل طبعا. نفس المعنى مستحيل نفس الترجمة مستحيل. نعم لا هذا بدون شك واحد بيقنعني فيها. لا بدون شك. ولكن هنا في البلد يطبعون اللغة الزولوية للسود ويطبعون اللغة الأفريقانزية وموجود باللغة الإنجليزية موجود. أنا أعرف واحد هنا في بوكاب، ما رأيت في بوكاب مسجد الأول في الحاشية هناك على اليمين موجود ناس فاتحين مركز فقط للدعوة، لأن هذه منطقة سياحية وإذا التورست كم يعطوهم قرآن بالإنجليزية والله يعملون هذا بكل اللغات. نعم إن شاء الله نروح. قلت لي المعيشه غاليه، قلت لك الماء من الخلاص مليح. لا مليح هنا ما شاء الله افضل. هنا امام يخلص خير من الاستاذ ولا جامعي في الجزائر. والله بصح لازم تكون عندك كيما نقولوا تكون كوليفاي يا اخي، فهمت؟ تكون كاليفي وعندك لا كوليتي ثاني ماشي سهله لازم. يا سيستا عندك هنا تدفع الباركينج بالكارطة ما شاء الله. خليني نخلص باركينج. لا شيخ انت ضيفنا يا اخي. يا شيخ لا اله الا الله. Thank you. Can I have the slip? Or it's fine. You don't need it. بوكاب مسجد اول السوريين. لعلك رأيت دمشق. هنا موجود مطعم اسطنبول هنا. هذا باربر شوب جزائري. وينه؟ هنايا هذا. نعم باربر شوب جزائري وفوقه مطعم تركي. كاين بزاف هنا كاين بزاف مطاعم حلال. هذا جزائري. باربر شوب محلق جزائري. نعم تقريبا كلهم باربر شوب لهنا الجزائريين كثير باربر شوب كثير. مليح يعني ما شاء الله. الحلاقة مليحة هنا. مدخولها أحسن ولا الإمام أحسن؟ لا الإمام أحسن لأن الإمام مبارك. لا خلينا نحكوا على المال يا شيخ. الله يطرح البركة. نعم الإمام أحسن على حسب الإمامة. هنا المدخول تاعو على حساب القرية والحي اللي يسكن فيه. كاين أحياء غنية جدا يدفعوا مليح للإمام، وكاين أحياء متوسطة، وكاين أحياء عادية. مثلا في بوكاب مليح. مليح لانه كورتون بوكاب ماهوش حي الاثرياء ولا حي، ولكن تجار مسلمين يدفعون للمسجد. هنا التجار يديرون المساجد كل شهر مثلا يعطوا. كان اللي يقول لك انا نعطي 5 ملايين للمسجد، كان اللي يقول لك انا نعطي 3 2. يعني ما كانش الدوله ما تدفع المسجد. الدوله ما تدفع الكتريسيتي. كاين واحد اللي يدفع الالكتريسيتي، كان اللي يدفع الماء. يعني كل واحد واش يقدر يدفع. ربي يبارك لهم ما شاء الله. يعني الله سبحانه وتعالى كريم وربي يبارك لهم. اكيد لانه البيزنس تاعهم مازالوا يمشي واولادهم يديروها. اولادهم ينفقون. جينيريشن مش زعما from one generation to the others. انا نعرف واحدين تجار يسبونسروا مسجد كامل. بوهم ما شاء الله كان تاجر عنده يعني شاحناته، ومن بعد ريتايد وقال لهم هالبزنس وزادوا فيها. حتى الان هما يقولوا قال لي انا غادي نربي اولادي ايضا غدوه كي ياخذوا البزنس يزيدوا هما ثاني ينفقوا. ما شاء الله. هذه يا شيخ تتعامل مع الله. انفق يا ابن ادم ينفق عليك. صح سبحان الله. ما دام هما عارفين وفاهمين انه فكره الرزق هذا اللي جاهم ماهوش رزقهم. نعم سبحان هذا رزقهم الله عز وجل باش ينفقونه على الفقراء والمساكين. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعطيك الصحه شيخ. استخلفنا الله استخلفهم بهذا المال. وكما قلت والله هنا ينفقون سبحان الله ما شاء الله بعدد هائل. عدد يعني يخرجوا. التجار هنا مسلمين ناجحين ما شاء الله. والتجار هنا تقريبا كلهم اندونيسيا وماليزيا والهند. لا الهنود هنا الهنديين الهنود هنا وايضا الماليزيين ايضا. انا سمعت على ديربان فيه كثير الهنديين. تجار كبار وتقريبا كلهم تجار كبار وعندهم. كنت في دربن ممكن قبل اسبوعين ما شاء الله. دربن جوها جميل وبحرها دافئ. المحيط الهندي ما شاء الله بارك الله فيك. المحيط الهندي مش كما هنا المحيط الاطلسي. هو المركز الدعوي الاسلامي اللي قلت لك عليها. هنا ينشروا الدعوه. شوف
ندخلوا نعملوا جوله. يا توريست انفورم سنتر دايرينه للتوريست وينشروا الاسلام. ما شاء توريست دايرين لهم كاع اللي يبقى عنده اي سؤال، عنده اي حاجه تكون باركو هنا يروح ثم كاينه. تشوف لي توريست هنا ياتون من كل فج عامر، وخاصه الالمان والبريطانيون والهولنديون. فنعم باركو هنا هذا هو. الاخ الذي يعمل اعرفه اسمه شيخ بلال، هو من اهل البلد، من هنا، هو الشيخ ايضا ودرسه. ما شاء الله. يلا بسم الله. شوف هنا heritage ثقافة and tourist، يعني السياح. نعم information. ما قالوا لهم الإسلام ما والو. قالوا لهم خاصك أي information رو عندنا. شفت الطريقة يجذبوا بها الناس ما شاء الله. يعني ما قالوا قرآن، ما قالوا نعم. إسلام، ما قالوا. ما شاء الله. لوك هنا كتبوا القرآن وشوف شو كتبوا. شوف موسى وعيسى ومحمد peace be upon them. يعني حتى باش تنشر الدعوة يكون عندك. شوف ما كتبوش قالوا هنا دخلوا تعالى الإسلام. شوف موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، 3 رسل كلهم رسل جاءوا برسالة واحدة. one message. yeah. say he is the God. قل هو ربنا the one the only the eternal. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. السلام عليكم. سلام حبيبي. ما شاء الله هذا هو الشيخ بلال. ما شاء الله. كيف حالك؟ ما شاء الله. طيب بلال كيف حالك؟ عبد النور. عبد النور من الجزائر. ما شاء الله. هو من ألجيريا. from Algeria, North Africa. No, okay. ما شاء الله. شيخ what is the object of this center? The object of this center here is to inform people, mostly the non-Muslims, to teach them and tell them about Islam. So it is for those who want to know about Islam and for those who want to accept Islam as well. ما شاء الله. قال المقصد هم فتحوا هذا حتى يخبروا الناس عن الإسلام، الباحثين عن الإسلام وغير الباحثين عن الإسلام. What do you experience daily, Sheikh? Sometimes people come, the tourists, and ask. Yes, they do come. They come in, and also sometimes I find that the other week 2 guys, Christian people, they came. They just came to debate. ما شاء الله. قال لك احيانا يجوا الناس واحيانا ياتوا ويجادلوك. قال لك الاسبوع الماضي جاءوا 2 مسيحيين وجادلوا معه. ما شاء الله عجيب. Yeah, but then mostly it is not for debate, but just only to teach those who want to know and to accept those who want to become Muslims as well. هو ما يجادل مع الناس هنا، يخبرهم أنه لا، إذا تريد تعرف شيء عن الإسلام أو شيء نحن نعلمك، وأيضا الذين يدخلون الإسلام هنا يعني يعلم. وهل do you have يعني books and yes we have copies that we give out. خبرتك عن So this is ما شاء الله. شوف different languages that we have. شوف هذا هو القرآن الذي أخبرتك عنه. هذا قرآن what language is this شيخ بلال؟ This is Afrikaans. هذا بالأفريكانزية. هذا قرآن يعني أفريكانز لغة هذا البلد. وأيضا موجود إنجليش قرآن. what else؟ We have إيطاليان قرآن عندهم أيضا باللغة الإيطالية. تشاينيز أيضا. ما شاء الله. نعم ما شاء الله تبارك الله سبحان الله. وهذا in English also this one. ما شاء الله. تبارك الله يا رب. سبحان الله ما شاء الله. وعندهم أيضا كتب. I have this in the masjid. وفي ناس أنا عندي في المسجد هذا القرآن وزعوه على الناس. ما شاء الله. هذا قرآن ما شاء الله بالإنجليزية. نعم هذا قرآن جيد مفصل بلغة يعني بالإنجليزية، ترجمة طيبة مقربة جدا. أنا عندي هذا في المسجد ووزعوه على الناس. ما شاء الله. بارك الله فيك شيخ بلال. شكرا حبيبي. أعطيني شيخ نشوفه ممكن. نعم نصوره، ممكن الناس تحتاجه ولا تبحث عليه تحب. سبحان الله. نصوره فقط. ليه هذا هو. سهل. أنا أعطيته كثير من الناس وهم يعني قالوا لي هذا سهل ما شاء الله. إنديا. نعم. هو من الهند. نعم مترجم بالإنجليزية ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. So here we have like pamphlets and stuff that we keep here on this side. هنا عندهم يعني مثل ما أحمد ديدات كلمتني عنه.
الشيخ أحمد ديداد رحمه الله كان داعية إسلامي ما شاء الله. الشيخ أحمد هذا أكبر داعية في إفريقيا الله أعلم. نعم. ولا في جنوب إفريقيا أكيد. نعم. وهنا عندهم كتب مهلوك مثل ما خبرتك وات از اسلام فقط تعطي الواحد وات از اسلام واحد يقرا بعدين يعرف. كثير من الناس والله يعني تبقى محتار ما يعرفون عن الاسلام. بعضهم يظن ان الاسلام لفئه معينه من المجتمع وليس هكذا. كثير انا التقيت بواحد قال لي ظننت ان الاسلام للهنود فقط هنا والله وبعضهم قال لك لا ظننت انهم لاهل البلد فقط. فبالتالي ما شاء الله بارك الله فيك شيخ بلال. ربنا يتقبل منك. شيخ هذا صديقي أعرفه منذ وقت طويل من نيوكاسل. هذا الشيخ بلال هو تخرج قبل سنتين. لا سنة. هو تخرج قبل سنة شيخ يعني وأنا التقيت به قبل ممكن 14 سنة صحيح؟ نعم كنت صغير كنت شاب ما شاء الله وأنا كنت هناك في المدرسة وهو كان شاب وأنا كنت فرحان عندما رأيته وعلمت بأنه تخرج ما شاء الله. الله يفتح عليك شيخ بارك الله. شكرا. جزاك الله خيرا شيخ بلال بارك الله فيك. خلي خبرتك عليه بلال. بلال هذا نعم إنسان طيب. لا ما شاء الله راجل محترم. لازم تضع واحد رزين هناك. رأيت جو مسيحيين يجادلوا معه قال لهم أنا لا أجادل أنا فقط أعطي انفورميشن للناس هنا. ما شاء الله شوف يعني المسلمين قائمين. هذا البيت لواحد مسلم أعطاهم هذا البيت حتى يستعملوه للدعوة. نعم تبرع به. وهنا البيت غالي جدا في هذا المكان في بوكاب غالي لأن هذه منطقة سياحية. تقدر تشتري بيت وتديره هوتيل كم من الأموال تدخل صح. فهو أعطى لهم. أنا سألت واحد سعودي يوم أمس أنا كنت مصور في أحد المنازل في بوكاب وسألته على السعر بالشهر قال لي 10,000 10 ملايين 10 ملايين في الشهر. نعم صح. وغرفة واحدة واحدة مش بيت غرفة هنا واحدة. يسوون موجود واحد هنا زرته يوما ما شاء الله جيت صليت هنا هذا البيت وهذا البيت هو حقه هو وزوجته كبيرة في السن يأجروا الغرف فيه 8 غرف مأجرهم سعوديين. هذا الحلحالي هذا الحلحالي نعم وقال لي الغرفة واحدة أجرها 8 ملايين غرفة واحدة. هذا المسجد هذا مسجد بوكاب هذا أول مسجد بني في جنوب أفريقيا. أول مسجد الذي بناه اسمه توانغورو كما تكلمنا قلنا هو كان سياسي حافظ عالم يعني نفاوة هنايا ولكن شوف هم نفاوة والله استخدموه حتى يقيم الدين هنا. أول مسجد هذا شوف 300 سنة 1794 شوف 1209 تشوف الأرقام هناك. هنا إمام عبد الله قاضي عبد السلام ما شاء الله. أنا والله من يعرف لو مفتوح حبيت نوريك القرآن. نظن هو حتى وقت الظهر مش وقت الظهر. لما أحيانا الإمام يكون في الداخل. أحيانا الشيخ يكون في الداخل. فهذا أول مسجد في جنوب أفريقيا سبحان الله. وأنت كما تعرف راك عايش هنا وتشوف موجود 6 مساجد 1794. نعم سبحان الله. وهذا المسجد هذا يعني قبل ما يبنوه كان بيت لمرأة هندية وأعطتهم تصدقت به. هي مسلمة. نعم هي كانت مسلمة وكانت أيضا تاجر وأعطتهم هذا البيت صدقة. سبحان الله نسأل الله أن يجعل لها هذا البيت صدقة جارية لها إن شاء الله. فيه قرآن. هذا الإمام توانغورو كتب القرآن في السجن القرآن في الداخل وموجود عصا تقريبا عمرها تقريبا 200 سنة. العصا الذي كان يخطب عليها موجودة في الداخل. هم جددوا المسجد وداروا شوية يعني داروا فيه شوية تغييرات ولكن ما شاء الله لو ندخل رموه مليح. في مسجد آخر من هنا نعم صغير جدا ما شاء الله. نعم حتى هو هذاك قديم من 1800 الله أعلم. هذا نعم هذاك الثاني الله أعلم. المسجد الثاني موجود. المساجد الأولى في جنوب إفريقيا موجودة في هنا في كلهم في بوكاب 3 أو 4. نعم 3 أو 4. وموجود أيضا مسجد قديم جدا وهو جاي في كالك باي مكان البطريق الذي ذهبته. مسجد صغير في الداخل يعني في الجبل ما شاء الله. الشيخ هذاك المسجد اللي في الجبل في لاينز هاند
نعم. مقبره ولا لا هذاك واحد ولا احد نعم واحد الصالحين سيدي عبد القادر سيدهم. نعم سيدهم هذاك سيدهم شيخ. نعم هناك توفي احد الصالحين وهم يعني دفنوه هناك. داروا الضريح تاعو كرامة يقولوا بلغتهم هنا كرامات يعني كرامات الاولياء. ولي ماتوا يروحوا يزوروه ويروحوا بعضهم يروحوا يزوروه، بعضهم يعني يفعلوا الاشياء التي لا تجوز شرعا ولا دينا ولا كما تعلم ديننا لا يأمرنا بأن ندعو الأموات. الله أعلم. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم هذا هو. ما شاء الله. نعم الأخ والله ما ندري لعل الله يرسله الآن. ولا ممكن نمشيو نروح وبعدها هو باقي وقت ما يأتي الآن. مازال وقت الظهر. وأنا من المفروض أنا كنت هنا البارح، الإذاعة جاءت في الداخل، البارح كان الدرس من الإذاعة من هنا. والله من 2 إلى 4. لو علمت لأخذت رقمه لكان فتح لنا الباب ووريتك يعني الأول قرآن، ولكن إن شاء الله عسى لعله يأتي. ما شاء الله. أظن هذا العام عنده مفتاح، سنسأله أعرفه، زرته يوما. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. كيف الحال؟ تمام شيخ تمام. ما شاء الله. هو يعرفك، قال لك شيخ عيسى. نعم أنا جيت صليت هنا فهو رآني قال لي أنت شيخ من الإذاعة، قال لي لازم أدعوك. هنا عندهم كرم عجيب والله نحن الجزائريين كي تبغي تعرض واحد لازم تهيأ، هم يعني روح تروح شيء كثير هنا. شيخ هذا جزائري والله. انت ايش راك تدير هنا يا استاذ؟ ايش راك تدير هنا؟ ما شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ ما شاء الله. طيب السلام عليكم. كيف حالك شيخ؟ طيب السلام عليكم. كيف حالك؟ مرحبا بارك الله فيك. والله باس. السلام عليكم. كيف الحال؟ سبحان الله يا استاذ. اللي قاعد يصور قلت له من؟ ما شاء الله نحن مع الاخ. هذا الجزائر منين؟ السلام عليكم شيخ. كيف الحال؟ ما شاء الله. الجزائر. Yesterday I was thinking of you. Yeah, subhanallah. Mom, uncle bothering. Do uncle have the key? I just want to see this brother. Show him the Quran. He wanted to meet Sheikh him. I know this brother is from Algeria. ما شاء الله. إن شاء الله. شكرا أنكل. أروح. شوف قلت لك قال ندخلوا في البيت. أروح. لاباس صحة بخير. جمال. ما شاء الله بارك الله فيك. I tell the brother no I know the uncle stay. I was here in this house. ما شاء الله بسم الله. الله يبارك. السلام عليكم شيخ. شوف الإخوة مأجرين هنا عنده هذا. مأجرين عنده. الأخ من؟ مروان عبد الخالق. من؟ مروان عبد الخالق من اليمن. يا هلا بأهل اليمن. ما شاء الله. مصطفى من اليمن. ما شاء الله. ما شاء الله. انتم كلكم يا هلا أهل اليمن. وفي وسطكم جزائري. شيخ شو أنكل؟ جزاك الله خير بارك الله فيك. خليك راح يجي نفتح. وعبد الجبار هذا أخ عبد الجبار أخذ أخت هذا. عبد الجبار صديقي من اليمن. نعم. عندك رقمي؟ نعم عندي. خلاص نتواصل. بارك الله فيك حبيبي. شرفنا بكم. الله يعطيكم العافية. شكرا. السلام عليكم. هذا عبد النور. He come. This man come with bicycle to here from Algeria. MashaAllah. Yes. Were you in the masjid that day? You see, uncle know everyone. He's young. Don't worry. So I told him I just give him a little bit of history about Imam Tonguru rahimahullah and how Islam entered. And this is the first Islam in South Africa. Naam. And I was telling him about how Tonguru rahmatullah he was expelled here. But Allah have a political prisoner. Yes, and Allah have a mission for him here. And he write the Quran in prison from beginning to the end. Nice. So and I told him I want to show you the Quran and the Asa. هذا عصا Yeah. سبحان الله. هو عنده المفتاح. نعم. الحمد لله. Yesterday. الله أكبر معليش. والله شكرا بارك الله فيك.
شاء الله. تفضل شيخ. لا تفضل. انت اكبر مني. You guest, you my guest. الله اكبر. الله يكرمك. تفضل. شكرا شيخ. بسم الله. السلام عليكم. شوف هذا المسجد عجيب يا اخي. ما شاء الله. هذا أول مسجد في جنوب إفريقيا، وهذا القرآن سأوريك إياه كتبه الإمام توانغورو رحمة الله عليه في السجن عندما كان مسجون. سبحان الله. هو كان مسجون في روبن آيلاند. نعم. أنكل the Imam was in prison in Robben Island. كان في روبن آيلاند 13 سنة. وهذا هو القرآن. شوف هذه سورة الإسراء ما شاء الله. كتب هذا القرآن بيده، تخيل، من الأول إلى الأخير. سبحان الله ما شاء الله، بدون أي خطأ ما شاء الله. ومشكل. هذا يفكرك بالجزائريين عندما يكتبوا في نعم كتبوا ما شاء الله في السجن. سبحان الله. وكاين واحد العصا ذوك يوريها لنا الأستاذ، هذه عمرها تقريبا 100 سنة. نعم. نعم شوف هذا هو one of the great legacy Muslim in South Africa. هذه هي العصا. How old is this عصا uncle? The same as 230 plus. 230 سنة هذه العصا. سبحان الله. 230 سنة. نعم هذه كان. And the one thing وأفضل قراء هذا البلد one of the best يعني قراء لا تسمعه تظن أنه عربي، درس في مصر وكذا، وهو من القراء عنده 10 قراءات مجاز ما شاء الله. شيخ إسماعيل لونت هو الآن إمام. How long يا شيخ إسماعيل now؟ 12 عام هو الإمام الآن، ولكن قبله كان أئمة آخرين. وهذه العصا كان يقف عليها الإمام توانغورو ويقول يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. ما شاء الله. يعني هي كان يخرج عمرها 200 سنة هذه. نعم 230 سنة. 230 سنة. عجيب. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك. هو أنا نحسب المعلومة اللي عندي هو أنه كتب 5 مصاحف. لا كتب فقط واحد. توانغورو رايت اونلي ذيس مصحف. No, I think more. كتب أكثر، ولكن الذي هم حافظوا عليه هو هذا. أكثر من هذا ليس 5. And religious books, other religious books. وكتب كتب، ألف كتب حتى يدرس الناس بها. He used it for مدرسة and so on. نعم أنشأ مدرسة هنا أول من بدأ مدرسة. And it was about 300 students used to have مدرسة. قال لك عندما بدأ بأن كان الإسلام جديد عنده 300 طالب. ما شاء الله. And the masjid first was so small. From there to here. قال لك المسجد هذا ما كان موجود. كان من هنا حتى لهناك. هذا هو كان بيت يعني. بعدين اشتروا البيت اللي بجنبه. جاراج. تعرف جاراج هو يشرح لك. هنا كان بيت. هنا كان بيت هكذا فوق، وبعدين غيروه مسجد. لا إله إلا الله. I was telling brother عبد النور here in South Africa they are so blessed. محظوظين. many church turned to masjid. Yes. many church يعني كنائس كثيرة غيرت إلى مساجد وإلى مدارس. Because the love people they have for Allah and the Quran and the Deen. سبحان الله. ما شاء الله. And uncle, how long you staying here in Buka? 1 year. هذا ولد هنا ما شاء الله. ما شاء الله. Yeah, your parents were staying. You told me last time that's your parents' house. ما شاء. هذا البيت حقه حق يعني آبائه. هو ولد هنا في بوكا. أكسفاني بوكا ما شاء الله. أنا أتكلم معه بالأفريكانسية. أتكلم أفريكانس. قال لك تكلم أفريكانس. كانت الوضع اللي هنا في قبل مانديلا. قال لك he asked how it was the condition before Mandela here. Before Mandela, apartheid. عنصرية. The white everything and the black. قال لك البيض استولوا على كل هذه الأماكن والآخرين رموهم هناك. Malay area, so they put all the Malays here. أوكي ما شاء الله. قال لك كل الماليزيين جابوهم هنا، ولكن في ذلك الوقت ما كانت. In that time they didn't understand the value of this place. What's going to come? Allah is great. Put the Malay to protect the deen. قال لك كل الماليزيين وضعهم هنا، لهذا كان عندهم 300 طالب يدرسون المدرسة. نعم. هنا ترتيبهم في جنوب إفريقيا، الأطفال يروحوا في الصباح يقرأوا في السكول عادي في السكول، وفي المساء أي مسجد في كل مسجد مزوج حتى ال5 يجوا يقرأوا مدرسة، يقرأوا القرآن، يقرأوا الفقه، يقرأوا السيرة، يقرأوا الأخلاق. وبعض المدارس الإسلامية عندهم subject حفظ القرآن يعني مادة
انا المكان اللي بريفي سكول بريفي ماده قران ولا I was telling him the system here is not like in Algeria. The student go academic, then they come from 2 to 5, from 4 to 5 to study madrasa. And that's beautiful, Sheikh. Something amazing. You won't find it anyway. Okay. Yeah, because in Algeria the Islamic study is a subject. But Algeria is an Islamic country. نعم نعم. Well, this is not Islamic country. قال لك الجزائر بلد مسلم هنا غير مسلم ولكن محافظين ما شاء الله. Sheikh, there was an uncle here. He got a tree of olive oil. Olive oil. In olive here, زيتون. زيتون. I'm not sure. He got a blue eyes. I told uncle last time about him, but I can't remember. كان واحد عنده أول مرة جيت هنا أعطاني الزيتون. قال لي عندي شجرة زيتون. هنا في بوكاب ولكن لا أدري نسيت اسمه. ما شاء الله. Uncle, may Allah bless you. Now you have one Algerian staying by you. You can talk with him Algerian. He came there 2 days to visit. To visit. Yeah. He can make good pastry. Yeah, he say pizza. Did he make for Uncle pizza? No, inshallah I will make for you pizza. تايلاند هذا. يا. روحوا به. أي تايلاند. جزائري. تمشي. راح نمشي أي تايلاند خو. أي تايلاند for one person. تروح عادي. لا نمشي والله أي تايلاند. أي تايلاند يا أخو خلصنا ديجا في الدخلة بزاف. نتمشاو ونتأملوا في خلق الله. أي تايلاند سبق قريب 100,000 دراهمنا. طلع لي هذا الشوية. هذه هي حافة العالم. البرج هذا تبنى في 1860. هذو كاع لي طاك تاع لي فواياجور، لي ستيكرز، لي فواياجور اللي جاو لهنا. واحد الريح لهنا. اوه اخر نقطة في افريقيا. نار. هاي هيك اخر نقطة. واو. واحد الريح 360 درجة البحر، تشوفهم من كاع الجهات المحيط يعني. شنو اليوم الريح بزاف، ما حبيت نطلع درون مستحيل، ما باش تصور مستحيل باسكو الفيبراسيون بزاف تاع الكاميرا، دونك ممكن نعاود نولي ليها. بالك كي نروح ندير غاردن روت بالك نعاود نجي لهنا. روح مرحبا بك. ماشي الحال اليوم ماهوش تاع الصوار وكاع، ولكن ديكوفرينا حاجة. ما بالحال مغيم. قولوا عين لهذا بالكابوتشينو شيخو. ما شاء الله. قديش سكر؟ ما هو شوغر. ما شاء الله مليح. بس نص سكر شيخ. شيخ كي تكون وليد البلاد. هاي. هنا شيخ لو كان تروح من هيك تخلص قريب 400 رند، وكي تجي منه شنو هذيك شغل ما تخبر حتى واحد. شيخ تفضل مرحبا بك. هناك شغل وليد البلاد، تعاود تغلقها باش ما تخلصش. لهنا تقدر تشوف البطاريق فري. ما شاء الله. لا وتهبط. يقول لك ما تمسهمش، خليك بعيد عليهم. لهنا اللي تقدر تعوم معاهم، تعوم قدامهم. مرحبا بكم في البطاريق تعيشوا في افريقيا. هذوما العشاش تاعهم. لك بطريق طيور. بطريق هو واحد. سمعت الصوت تاعهم ديجا شيخ؟ يديروا عندهم واحد الصوت غريب. العزيز. كم من هذه السيارة؟ هذه السيارة يعني أسرع سيارة في السرقة هنا. هذه البولو. بولو يسرقوها بزاف. يسرقوها ويجيموها لك.
صح ما في الجزائر يديروا العفسه هذيك تاع ايه يجيموها. تاع اللي يجيموها فوالا. ايه بيان سور. شغل تدير في بالك بلي تغلقت بصح هي ما تغلقتش. ايه هذا سوق كل احد تاع المسلمين هذا. كاين بزاف مسلمين هنا يا شيخ. ايه يبيعوا فيه كلش هنا ما شاء الله. بروفوس يبيعوا كلش. هرا المنيو باقا بروفوس جاتسبي. شوف هذاك ثاني. هذه يلا دي تخدم فيها. ايه بزاف نديروا لهم جوله. ماهمش موالفين يشوفوني هكذا بس دوك يعقلوك زعما شيخ. بيان سير كيف نخدم معاهم ما يعرفونيش. السلام عليكم. Need a break from the daily grind? Escape to Mug and Bean. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Uncle Aydin. Good. الحمد لله. How are you, brother? This is my friend from Algeria. He cycled from Algeria to South Africa. Uncle Shaheen. Only now. You're getting young, man, so I didn't recognize you. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. Nazim, Hey, Buddha Nazim, where are you, man? You're off for 2 weeks now. Nice holiday. You're feeling good? MashaAllah. This guy cycled from Algeria to Cape Town. Wallahi. So I take him around, yeah. No, they won't keep up with him, Sheikh. Is it? Yeah. He's from Algeria, Sheikh. how long did it take? 2 years. Yeah. Yes. We have amazing stories in Africa. Oh, I took him to Cape Point. Yeah, you just do a video there. Enjoy the weekend. What must I tell the people? Madrasa on air. All those that is listening to you قالوا لي دير نزل صغير. on air must come to the festival. Please come and meet you. إن شاء الله أول. Free dua. سبحان الله. Free nasiha. We will make dua without free. It's fine. Free nasiha. ما شاء الله. عندهم فيستيفال هذا الإذاعة غادي يديروا هذا الفيستيفال. تما راهم هنايا Voice Summer Festival. Yes, Voice of the Cape Summer Festival في ديسمبر من 6 حتى ل 8. شغل يسوقوا على بالك حتى الإذاعة ما الدولة ما تدفعهمش هما الناس. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good, is it morning or afternoon? Afternoon to all our Voice of the Cape listeners. If you are here at Musenberg Flea Market, we welcome you. Please come and purchase your tickets to the Voice of the Cape Summer Festival. I have a very special guest that came all the way here this afternoon. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm sure just by that greeting, people will know Madrasa on Air. It's not Madrasa on Air right now. Now is a ticket. MashaAllah. It's the time to come and support the Voice of the Cape. Alhamdulillah. My radio station, your radio station, our radio station. MashaAllah. Alhamdulillah. Such a beautiful day. It's windy, but Alhamdulillah we are here. So we ask all our listeners, inshallah, to come and support Voice of the Cape. They say you will give and you will get, MashaAllah. And by giving, it will only get better, MashaAllah. So may Allah bless you all, inshallah ta'ala, and reward you. We always appreciate your contribution. In French, they say, le geste qui compte. The thought will count. It's not about how many tickets you buy, but the fact you buy 1 ticket or 2 tickets or 3 tickets, that's what will keep Voice of the Cape going, inshallah. And that will be in your account. Barakallahu feekum. Till tomorrow, inshallah. Shukran so much there to Sheikh Isa, and of course he is Madrasa on Air. We still have Mr. Personality here. We still have more people. Come along, come and purchase your tickets. Hakima Solomon. هذه فري تيكت تاع واش؟ لا هذوك تاع الإذاعة يبيعوا التذاكر يعني. تذاكر تاع واش؟ شيء يديروا كل سنة في آخر السنة يبيعوا تذاكر للناس. الناس يشروا مثلا 35,000 التذكرة، وهذوك الدراهم يديروا بهم ايفنتس كي من هذه، بصح مش كيما هذه كل حد في ستاديوم في واحد ستاد، وهذوك الدراهم يروحوا للإذاعة ويديروا ما شاء الله يقولوا هي اللي ايفنتس زعما كل سنة يديروها. هذه مش تاع الدولة تاع مش تاع الدولة، هذه
قائمين عليها البزنس بيبل وقائمين عليها الشعب يخلصوهم. بزنس بيبل حب يقول الناس اللي التجار قائمين عليها اللي عايشين في جنوب افريقيا. مثلا انت عندك بزنس تبغي تادفرتايزي في الاذاعه يتخلصوا تادفرتايزي. والناس اللي عندهم البزنس يعني يديروا ادفرتايزنج. الاذاعه تجلب لك هنا يسمعوا الاذاعه بزاف هنا. يعني شغل يدير باش نوضحوا للناس يدير شغل بيبليسيتي في الاذاعه ما شاء الله. يدفع فلوس والفلوس هذيك يعاون بها الاذاعه ويعاون نفسه. هي باسكو اذاعه مسلمه هذه. يعني نفس الشيء بالنسبه للمساجد. نفس الشيء هنايا نفس المساجد. التجار هم اللي يخلصوا. الضوء الكتريسيتي يبنوا كلش من التجار ما شاء الله. شيخ كيف الحال؟ طيب الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ خير كويس. الاخ من مصر ما شاء الله. من مصر ما شاء الله. كيف الحال؟ الحمد لله طيب الله يفتح عليك. الحمد لله. الله يفتح عليك دعاء ان شاء الله شيخ. الله يسلمك. بارك الله فيك الله يفتح عليك. امين الله يفتح عليك. شيخ يامنوا بزاف نفهم شيء يامنوا بلي يامنوا ولكن يقولوا بزاف ادعي لي معك كيما احنا هما عندهم هذه نورما يقول لك ادعي لنا يعني. كاع الناس هنا يقول لك وحاجه مليحه الانسان يطلب من اخوه المسلم الدعاء يعني شيء مليح. بغيت نوري لك واحد يبيع لحم مجفف بصح ما شفتوش بيلطون ذقته؟ ذقته في ناميبيا. لحم مجفف. ثانك يو. في ناميبيا ما شاء الله. في ناميبيا بصح على بالي باللي هو من افريقيا يعني ساوث افريقيا اصلا هذا اللحم المجفف. كاين واقيلا هنايا دوك نوري لك. شفت هذه الاناناس يديروا لها سبايسز. والله رحت شوف سلام عليكم. شوف هذه الاناناس ذيس سبايسز. It's a Mauritian fruit spice, yes. صح ما شاء الله. شفت هذه لافروت يديروا لها هذيك شغل راهي زعما شغل عندهم الاكله المعروفه الان. نايس. شكرا. السلام. Yeah, he is a YouTuber. No, don't follow me, but I want your YouTube. I want your YouTube handle so I can see because your handle's on camera. Okay. You can go to. وكسموا القناة تاعك. زازا فيلم ميكر. اوكي هكتب لها زازا فيلم ميكر. Where are you from? Algeria. إن شاء الله. I'm also getting it. This is our channel. Okay. السلام عليكم. Hi brother, you good? الحمد لله ما شاء الله. ما شاء الله. والله عرفني هذا. عرفك هذا. كان واحد يبيع البيلطون بغيت نوريك هذاك مع اللحم المجفف. اللحم المجفف. الفضة هنا. يبيعوا كلش هنا. هذوما اللي نحبهم. هذاك اللي تسب وين؟ يتلقى كلش. هنا تعال هذاك العشوائي. الخردة اللي نحبها انا يا شيخ. هنا كلش. بري كلش لهنا. تعرف هذا التين الفيق وين اللي قلت لك عليه هذا يبيع شفت وش يبيع هذا؟ اللي هبز هذو كاع الهبز هذو كاع هبز هذو كاع جايبهم من الجبل ياك؟ هذو كاع جايبهم من الجبل الناس يشروا على بالك. يشروا عليه الناس. هذاك شغل الونسيان كيما الدواء العربي نقولوا عندنا هنا. دواء عربي ما شاء الله. هذا النباتات هذا الفيق يعني التين والله يجفوه والله تين مجفف. لا والله غير تين مجفف. ورا اسمه له؟ لا شيخ شوف انا نقول لك سوري ويز ذا اونر؟ يديروه ثم والله هذا مجفف تين هذا تين فيق يعني فيق باللونجلي فيق. مام بالفرنسي اسمه فيق. ما شاء الله مانيش عارف وراه السيد مولاه بصح الشكل تاعو انا شو هاي تبان لي هذه ورده.
ما عندوش حتى فيق هذا فيق دوك هو يقول لك فيق هذا نوعيه مش كيما الكرموس ترى الكرموس تاع اي بصح هذا هما يجفوه هذا هو نوعيه من الفيق هذا والله ماني عارفه راه السيد هو يشرح لنا الله اعلم الله اعلم كان في العمره عنده واحد قال عند سامحنا وشوشنا عليك الاكل كيف انت؟ طيب هذا الاخ من الجزائر السلام عليكم شيخ هو جاء من الجزائر بالدراجه بالبايسيكل والله وانا اخذته يعني هكذا ام تيكيني ما شاء الله الحمد لله هاو ار يو الحمد لله شيخ معين هو درس في الازهر هو من بنغلاديش اصلا درست في الازهر يعني في مصر نعم كم سنه شيخ؟ انا هنا؟ لا في الازهر 5 سنين 5 سنوات في الازهر ما شاء الله وهو ايضا امام ما شاء الله امام هو اصلا من بنغلاديش امام في اي مدينه؟ بلها في بلها ما اسمه المسجد؟ مسجد البدر مسجد البدر ما شاء الله ما شاء الله والله اهلا وسهلا الله يفتح عليك ما شاء الله شكرا جزيلا وسعيد بك شكرا جزيلا الله يفتح عليك اريد انت ان شاء الله ستذكر معنا شويه ان شاء الله حتى نحن نستفيد هذا ان شاء الله احضره ان شاء الله الله يفتح عليك بارك الله فيك أكلة هذه ياكلوها بزاف هنا في جنوب افريقيا وياكلوها بزاف المسلمين اللي هي تشيبس اند فيش حبيقوا البطاطا بالحوت حبيقوا البطاطا بالحوت يعطيك شي قالص دير له فوق هكذا الحوت تتخيل على حسب اختيارك تحب دير كالامار تحب حاجه واحده اخرى ويجيب بزاف بنين هذا هو الكالامار يديروا له لي زيبيس بزاف بنين ماشي غالية بزاف حوالي $5 هذا البلا هذا شيخ بارك الله فيك شكرا جزيلا صحة رمضانك ايه لما تلاقيناش لما تلاقيناش صحة رمضانك بارك الله فيك شكرا جزيلا نعاودوا نتلاقاو ان شاء الله ان شاء الله انت غادي نروت الا جيت عيط لي ماشي مشكل خلاص ان شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم